لأ، بس النسخة دي من الدوري المصري نسخة جميلة بصراحة على عكس بقية النسخ اللي فاتت، يعني مثلًا في آخر 5 سنين كان اللي بينافسوا على الدوري هُم فرقتين الأهلي وبيراميدز، إنما دلوقتي في 4 فرق بينافسوا على الدوري، ولحد دلوقتي الفرق بين الأول والمركز الرابع نقطة، الزمالك الأول 37 لسه كسبان ماتش زد، ماتش زد بصراحة كان ماتش جميل، هجمة هنا وهجمة هناك، كابتن أيمن الكاشف طول الماتش عمّال ماسك إن الدوري المصري أجمد دوري عربي في أفريقيا، ومثبّت أوي في الكلمة دي، اللي هو الدوري المصري رقم 15 على العالم وبتاع. وده كده بيكون شكل الدوري بعد سيراميكا بتتعادل مع الإسماعيلي والأهلي بيكسب سموحة امبارح والزمالك بيكسب زد وبيراميدز بتكسب غزل المحلة. الجولة الجاية بقى ضرب نار عشان الأهلي هيلاعب زد اللي هي فرقة تقيلة والزمالك وبيراميدز هيلعبوا بعض. ممكن الفرقة اللي هي خرجت من المنافسة سنة زي سيراميكا عشان سيراميكا لعبها زد عنهم ماتش و36 نقطة زي الأهلي وهي لعبة زد عنهم ماتش، واللي المركز الأول اللي هو الزمالك لعب 17 ماتش ومعاه 38 نقطة أو 37 نقطة، فسيراميكا متأخر بنقطة وزيادة ماتش. بس أما نشوف لحد آخر جولة إيه اللي هيحصل. كنا عايزين نشوف الدوري زي بقية الدوريات بتاعت الدنيا اللي هو دوري بيكمل لحد شهر 5، الدوري يخلص كمان أسبوعين تقريبا، وعندنا دوري 21 فريق أول مرة تحصل في التاريخ دوري 21 فريق. بس النسخة دي جميلة وممتعة، بس على عكس منافسة الفرق اللي هي منافسة الفرق جميلة لو في 4 فرق بينافسوا على الدوري وبتاع، في منافسة وحشة جدا اللي هي منافسة الهداف. هداف الدوري جاب 7 أهداف اللي هو عضوية الدباغ بتاع الزمالك، يعني مفيش مهاجم في الدوري المصري كسب 10 أهداف. يمسيه بالخير وسام أبو علي كان جاي في نص موسم كان جايب 22 هدف. الأرقام دي بتدل إن مفيش مهاجم عادل في الدوري المصري لحد دلوقتي، مفيش مهاجم عادل في مصر أصلا كلها.